السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حبة بلو بيف. بصي من الاخر، وبطريقة ان شاء الله تعجبك، وبطريقة برضو ممكن تكوني ما شفتهاش او قبل كده، يعني فيها حاجات مختلفة. عندي ربع كيلو من اللحمة المفرومة وفول صويا وشوربة وتوابل هقولك عليها واحنا شغالين، وبصلاية وكام فص ثوم. جبت حلة على النار، حطيت فيها كوباية شوربة. انا ما رضيتش احط ميه خالص، استغنيت عنها، كان عندي شوربه يعني قلت احطها احسن. والشوربه بقى فيها حبهان ولوري، فما حبيتش ان انا ازود تاني. طلعت من الفريزر حتتين سمين كده او دهن يعني، مع اللحمه المفرومه اللي هي بتيجي مع اللحمه وكده يعني. وحطيت يعني شوحتهم كده مع بعض، وهنزل بقى بالفول الصويا، مش هستنى لما اطحنه واضربه في الخلاط معاه في الاخر. لا، انا عايزه يعني الفول الصويا ياخد من طعم اللحمه والتوابل وكل حاجه وياخد سوا على النار. نزلت بقى بالبصل والثوم وشوحت كده مع بعض. برضو ما حبيتش اضرب البصل والثوم في الخلاط مع ميه وكده، ما حبيتش بصراحه. الطريقه دي احلى طريقه بصراحه، يعني هتديكي طعم البلوبيه في الاصل يعني بنسبه 80% او 85% كمان. هنا عندي توابل بقى: توم بودرة، بصل بودرة، 7 بهارات، بابريكا، ملح وفلفل. الموجود عندك، ما تتأيديش بحاجة، التوابل الموجودة هتقضي الغرض. انا حتى ما كانش عندي حبهان فما حطيتش في الشوربة حبهان، هو انا استكفيت برضو بورق اللوري وبس. وفضلت بقى هنا، حسيت ان الفول الصويا شرب المية الشوربة اللي موجودة، فرحت مزودة نص كوباية كمان. وفي برضو لقطة كده ما جاتش، ما صورتهاش. نص كوباية شوربة زودت دوبت فيها الجيلاتين. نص كوباية شوربة حطيت فيها الجيلاتين، برضو محبتش ان انا ادخل مية في الوصفة، وفرق جدا معايا بصراحة. هنا بعد ما استوت خالص والبصل استوى معانا والسمين اللي احنا حاطينه كله استوى معانا وبقى زي الفل. وظبطت برضو الملح، كان الملح ناقص. اهم حاجة تدوقي الوصفة وانتي شغالة، علشان لو الملح مش متظبط تظبطيه. جيت بقى هنا في الكبة، رحت حاطة بقى اللحمة المفرومة مع الفول الصويا والحاجة. شايفين الخضار مستوي ازاي؟ البصل والدهون اللي احنا حطيناها والثوم وكل ده استوى معايا 100%. يعني حتى لو حبيتيها تعملي لولادك كده في السندوتشات عادي، اعملي وانتي مطمنه مستويه خالص. بس بقى في غلطه هنا انا غلطتها، لما نجيلها اقول لكم. جبت بقى معلقتين جيلاتين، وحطيت عليهم نص كوبايه شوربه، وسبتهم شويه لحد ما اللحمه استوت تمام. اعملي بقى الوصفه دي وعلى طريقتي وهتدعيلي. ولو عجبتك بقى ما تنسليش بقى ترجعي للفيديو تاني وتحطي لي لايك. وربنا يحسن ما بين ايديكوا، الف هنا وشفا مقدما. دي بقى الغلطة اللي انا غلطتها، انا حطيت لون كان زيادة شوية. انا كنت اول مرة استعمل اللون الباودر دوت، وما اعرفش بقى بصراحة يعني تركيزه ايه بالظبط. فانا بصراحة يعني حطيت تلت معلقة وكانت يعني كتيرة شوية. هنا ضربته في الكبة على حسب، عايزاه خشن، عايزاه ناعم جدا، عايزاه في الخلاط تمام مفيش مشكلة. ورحت مفضيه في القالب دوت، وخبطته كذا خبطة علشان الهواء اللي فيه. هنا بيته ليلة كاملة في التلاجة مش في الفريزر، عايزة احطيه في الفريزر تمام. وشوفي طالع متماسك وشكله تحفة وطعمه تحفة، ببيض، بقوطة وفلفل حامي، بأي طريقة هيطلع بروبيف 100%. لما هتدوقيه كده لا 80%.
ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش بلايك.